يقول أنا لما بدأت شعري بدأت بالخوف والاضطراب والاكتئاب، وقال أنا مش عارف السبب، ربما أكون أنا وقفت على السبب أثناء تعرضي لشعري. سألني شاعر في موقف ما وقال لي إنني أعيش مرحلة اضطراب وعدم استقرار نفسي، وأنا أريد أن أخرج من هذه الحالة لأن أنا أريد أن أعيش في سلام نفسي مثل بقية الناس. قلت له الحقيقة احمد ربنا، بؤرة الإبداع عندك ما طفتش، وطالما أنك تعيش باضطراب النفسي فأنت تبدع شعرا، وإن وصلت إلى مرحلة السلام النفسي فاعلم أن شاعرك قد مات. كل شاعر فينا بيتنازعوا شخصيتين، كائن إبداعي يعيش في داخله وكائن اجتماعي يظهر للناس، وكلاهما في تفاعل وصراع مستمر. الكائن الإبداعي ذلك الشاعر القابع في داخلنا، هذا الكائن كائن لا حدود له، منطلق، ربما بمصطلح علم النفس يقولون عنه أنه مخلوق بوهيمي الطبع. وبوهيمي الطبع أنه لا حدود له، لا يتعامل مع روادع، هو منفتح ينطلق إلى كل الآفاق. والكائن الاجتماعي هو الإطار الذي يسيطر على هذا الكائن البوهيمي، على هذا الشاعر. الصراع يستمر بينهما. إذا انتصر الكائن الشعري أو الكائن الإبداعي ظهر الشاعر قويا متمردا، ولكن نراه على مستوى الشكل الاجتماعي مهلهل شوية. الشاعر بيغلب الإنسان، فالإنسان بيتراجع حتى نحس إن الإنسان ده فطري بدائي مندفع، ما عندوش أي حوافز اجتماعية يتعامل مع الناس من خلالها. وإما أن ينتصر الكائن الاجتماعي على الشاعر فيميت هذا الشاعر، وإما أن يظل الصراع بينهما فيحدث توازن في شخصية هذا الإنسان. عبد الله عبد الصبور داخله كائن إبداعي، هذا الكائن الإبداعي يتصارع مع كائنه الاجتماعي، والأزمة أن المتصارعين فيه متناقضان أشد التناقض، وهذا مصدر الاضطراب والخوف والاكتئاب. الكائن الإبداعي الذي يعيش في داخله متمرد، قوي، عاصي، عاتي، صارخ، يريد أن يحطم كل ما حوله. والكائن الاجتماعي الذي يحتوي هذا الكائن الإبداعي هادئ، وديع، دمث كما نراه. فهنا حصل الاضطراب عند هذا الشاعر، والاضطراب ده مش اضطراب نفسي، اضطراب شعري، وهو ده مكمن الابداع عند عبد الله عبد الصبور. ولو لم يكن هذا الصراع، ولو لم يكن هذا الخوف، ولو لم يكن هذا الاكتئاب، ما ابدع عبد الله عبد الصبور وما وصل الى ما وصل اليه من امكانات شعريه. فهذا ربما أكون على صواب وربما أكون على خطأ. ما ارتأيته حين قرأت شعره وجدت أن الكائن المتمرد في داخله مختلف عن الكائن الاجتماعي، فحصل صدام. هذا الصدام هو ما زال قائما حتى الآن، وحتى الآن لم ينتصر أي كيان على الآخر. ولو انتصر أحدهما على الآخر لم يكون عبد الله عبد الصبور الجالس امامنا. لو انتصر الشاعر المتمرد في داخله اكيد هو هيتحول الى شخص متمرد، ولو انتصر الكائن المثالي الاجتماعي اللي احنا شايفينه ده هيموت الشاعر او سوف يشنق الشاعر في داخله. فنتمنى ان يظل على حاله، ونتمنى ان يظل هذا الصراع في داخله حتى يظل هذا الكائن الابداعي يظهر لنا هذه الانشطه الشعريه عليه. من هذه البؤرة يخرج إبداع عبد الله عبد الصبور. ويمكن دايما بنقول قارئ الشعر ما لم يكن يمتلك ليه في كل حكم شعري أو حكم نقدي يقوله فهو قارئ عشوائي. كل حاجة المفروض بنقول الشاعر ده عنده كذا، طب ليه؟ لازم يكون عندي مرجعية أنطلق من خلالها. وقفت على قصيدة لعبد الله عبد الصبور عنوانها بنقول فيها الفرصة بعد الأخيرة. هي قصيدة عامية
وهو شاعر فصحى ايضا. انما في هذه القصيده يتجلى لنا عبد الله عبد الصبور، وتتجلى لنا شخصيه عبد الله عبد الصبور اللي بيتم فيها الصراع بين هذين الكائنين، وهنشوفهم دلوقتي واحنا بنتناول هذه القصيده. شوفوا بيقول ايه يا عبد الله عبد الصبور: وسعت الاحلام على القلب النحيل. وسعت الاحلام على القلب النحيل. مين القلب النحيل ده؟ هو ذلك الكائن الاجتماعي الدمث الهادئ الوديع الناعم الذي نتعامل معه. قلب نحيل. وما هي الأحلام؟ هي ذلك الشاعر المتمرد الثائر الذي يريد أن يحطم ويدمر كل شيء. ثورة عارمة في داخله. هو بيعترف، بيقول أنا خلاص وصلت لمرحلة مش قادر أقاوم المتمرد اللي جوايا، فقلبي نحيل خلاص هينفجر وهيطلع هذا الشاعر. وفعلا هو يقر بأن الشاعر ده أحيانا بيبرز ويظهر تمرده، ولكن الكائن الاجتماعي يعود السيطرة عليه مرة ثانية. وسعت الأحلام على القلب النحيل، والطريق أبو 1000 ميل، لا ابتدى بخطوة ولا كان له دليل. والحكاية مش خطاوي، الحكاية من سنين لما كان القلب ناوي يعلن الحزن الدفين. قلبه هيبدأ يعلن حزنه الدفين. يعني هو مش ما كانش واخد باله وما كانش متصور ان هذا الكائن السائر المتمرد في داخله بهذه القوه. هو حس ان عنده كائن جوه عايز يتحرك، فمجرد ما هيديله فرصه هينفجر هذا الكائن، ولكن الكائن الاجتماعي يعود الى السيطره عليه مره اخرى. يقول يعلن الحزن الدفين. شوفوا المفاجاه في انفجار الحس الشعري عنده، سطر سطرين وانفجر زي بركان كان من قطر. هو ده الكائن المتمرد اللي جواه، ده الكائن الابداعي اللي جواه. واتولد جوايا شاعر، وابتدى سيل المشاعر في طوفان مالهش قلب. بعتر. مين اللي بعتر؟ الفعل هنا فاعله هو ذلك الكائن المتمرد. هو يقر ويعترف بهذا الكائن المتمرد، ويقر ويعترف في الشعر بأسباب اضطرابه وأسباب كآبته وأسباب حزنه، ولكن بيقر ويعترف بلسان الشاعر. عشان كده هو يمكن بيقول أنا مش عارف إيه اللي وصلني لكده. بعتر الكائن ده عمل إيه؟ بعتر القلب اللي حب على اللي حبت واللي خبت واللي شبت علو حلمي واللي ساهت ذكرياتي واختفت من قلبي واللي عدوا بقى. الكائن ده لما طلع واتمرد قلب ايه بالظبط في حياته؟ قلب كل حاجه. انما هو ما زال عشان يتفاعل مع المجتمع، ولانه انسان متوازن قادر يسيطر على هذا المتمرد وعامل توازن نفسي مع المجتمع. التقيتك محبوبه، وطن، رمز لأنثى تحتويه. هذه الأنثى قد تكون الوطن. تمام؟ والتقيتك كنت أجمل من ضيوف شرايين هوايا. وهنقف هنا عند التصوير ونشوف عبد الله عبد الصبور إزاي هو منفرد في تجربته الوجدانية، وإزاي هذا الانفراد بيطلع في صور منفردة. كنت أجمل من ضيوف شرايين هوايا، كنت عهد الصلح بين أرضي وسمايا، كنت لا للجرح أيوة الألف فرح. لا وأيوة هو ده الاضطراب. هو ده الاضطراب فين؟ التمرد والاتزان عند عبد الله عبد الصبور. كنت فرصة قلب نفسه يجي يوم يحسبها صح. التقيتك. قلت احاول اكتبك اجمل قصايدي، قلت احاول وابتدي سيل المشاعر سطرين وانفجر زي بركان من قدر. بس المره دي اتخنق جوايا شاعر. مين اللي انتصر المره دي؟ الكائن الاجتماعي. يبقى هو ايه؟ بيتناوبوا. مره كائن اجتماعي ينتصر، مره كائن ابداعي ينتصر. لو انتصر الكائن الابداعي بيظهر تمرده، الكائن الاجتماعي بيخنق الشعر اللي جواه. بالظبط كده. بس احنا مش عايزين الكائن الابداعي يطغى على هذا الكائن الاجتماعي، والا هيظهر لنا في صوره. على فكره في شعراء احنا بنشوفهم كسلوك اجتماعي بننفذهم جدا وبننقضهم جدا، لانهم ما عندهمش اي حدود اخلاقيه يتعاملوا فيها. بس هو شاعر مبدع. بس المشكله ان الكائن الابداعي تمرد وانتصر على الكائن الاجتماعي، فاصبح شاعر. حتى ممكن نلاقي شاعر، معلش مع احترامي يعني، مهلب في اللبس شويه، مش مهتم بالمظهر شويه، سايب شعره مش مسرحه، كلام زي كده. احنا بنبص له بنقول ده انسان متدين. لا، ده انسان شاعر كويس جدا. بس الازمه ان كائنه الابداعي انتصر، فظهرت النزعه البوهيميه عنده، فخلاص قلت النزعه الانسانيه. انما عبد الله عبد الصبور موطن ابداعه في التوازن والصراع، ونحن نتمنى ان يظل هذا الصراع بين الكائنين المبدعين وبين الكائنين الداخلين. تمام؟ اتخنق جوايا شاعر. صدقيني
المسافة بين فؤادي وبين سماكي مش كبيرة، صعبة يمكن، غامضة يمكن. لاحظوا هو قال أنا مضطرب والاضطراب واضح في الشعر. صعبة يمكن، غامضة يمكن، أو ملانة خطاوي حيرة، بس في النور سلام. اللي بيتكلم ده كان اجتماعي. اللي بيتكلم هنا كان اجتماعي، بيقول لها المسافات بينه وبينك ممكن تقرب، بس في بيننا وبين بعض مسافة. مين اللي هيقرب المسافة دي؟ بس بيقولها وكأنه بيعلن للأسف، يا للأسف مش أنا اللي هوصل لي، المتمرد اللي جوايا اللي هيوصل لي. مين المتمرد ده؟ بس في النور سلالم، عايزة فارس مش مسالم. عايزة الوحش اللي جوايا هو اللي يقرب المسافة بينه وبينها. عايزة جرأة قلب فاهم يعني إيه فرصة أخيرة، وكأنه يريد أن يعطي الفرصة الأخيرة لهذا الكائن المتمرد كي يخرج ويقرب المسافات بينه وبين هذه الأنثى الرمز أيا كان موقعها على خارطة وجداني. عبد الله عبد الصبور هذا الحيز الوجداني طلع في قوالب تعبيرية راقية جدا، أولها التصوير طبعا. وهنا التصوير عند عبد الله عبد الصبور مبني على شقين. الشق الأول التصوير الجزئي، البناية الجزئية، وحدة البناية الأولى للخيال داخل القصيدة، التصوير الجزئي، سواء الناس اللي هي دارسة وعارفة بيعمل استعارة، بيعمل تشبيه، بيعمل مجاز مرسل، دي مجموعة الصور الجزئية اللي يبني عليها، أو على مستوى البناء الكلي داخل القصيدة. التصوير الجزئي هو شاعر متفرد في تجربته الوجدانية، ولذلك لابد وأن يكون متفردا في قوالبه التعبيرية. عمل نوع من الاختلاقات في التصوير غير مسبوق اليها، وانا هقول لحضراتكم عشان ما نبقاش في حيز المجامله. فعلا عبد الله عبد الصبور غير مسبوق الى هذه الاختلاقات الشعريه. شوفوا عبد الله عبد الصبور لما بيتكلم هنا ويقول: وسعت الأحلام على القلب النحيم، وسعت الأحلام على القلب النحيم. هذه صورة استعارية طبعا فيها نوع من الخلق والابتكار، هو غير مسبوق إلى هذه الصورة. عنده تصوير كمان يمكن أنا بس بدور عليه، الجزئية اللي يقول فيها: كنت أجمل من ضيوف شرايين هوايا، كنت أجمل من ضيوف شرايين هوايا. طبعا الصورة دي كلها أنت أحلى من النفس اللي بتنفسه. ده يمكن نوع من الكنايات العالية جدا اللي بتعمل ترميز في الشعر، واحنا عارفين الشعر لغة إيحاء ولغة تلميح. فعبد الله عبد الصبور على مستوى التصوير تصويره مبتكر جدا، على مستوى البناء الكامل للبنية التصويرية داخل القصيدة بيقدر يرسم اللوحة في منتهى الروعة. ولولا حرصي الشديد على وقت الندوة أنا كنت أفرد ندوات كاملة للحديث عن البناء الهرمي للتصوير عند عبد الله عبد الصبور. نجح عبد الله عبد الصبور يبني لنفسه زاوية رؤية خاصة بيه، واحنا بنقول الشعر في مرحلة نضج معينة لابد وأن يبني لنفسه زاوية رؤية يواجه به واقعه. زاوية رؤيته هو اعترف بها في البداية: الاكتئاب، الاضطراب، عدم الاستقرار النفسي. هي دي زاوية رؤيته، ودي زاوية مواجهته للواقع بتاعه. كل ده انعكس على عبد الله عبد الصبور في موسيقى هادئة تماما. وده طبعا موطن غرابة. راجل جواه ثورة عارمة، جواه انفجار شعري، يطلع الشعر بتاعه في الموسيقى كلها، او مش هقول كلها عشان ما يبقاش مجحف، في حوالي 90% مما قرأت من شعره ما بين مستفعل، ما بين فاعلات، ما بين فعل. ما طلعش التفعيل الرابعه. والتفعيلات دي عند الشعراء طبعا المحترفين او الشعراء الاقوياء عارفين تفعيلات هادئه الريتم جدا. طب ازاي هذا الكائن الثائر في داخله يخرج في هذه التفعيلات الهادئه الوديعه، وكأن إطاره الاجتماعي يلكم هذا الشاعر فيخرجه بقوانين محسوبة، فبيطلع في موسيقى هادية حتى لا يفقد قشرته الوديعة أمام الناس. هذا طبعا بعض ما قرأته في شعر عبد الله عبد الصبور، لا أطيل على حضراتكم وأتمنى له التوفيق والسعادة. باسم اللجنة الثقافية وباسم جمعية أصحاب الجنة نقدم هذه الهدية المتواضعة. طبعا
ولكنها عظيمه فيما تحمله وراءها من حب للاستاذ عبد الله عبد الصبور. سيدي آية فيها شعره بالصوت والصوره باخراجنا احنا كلجنه ثقافيه هنا في الجمعيه، وطبعا نتمنى له دوام السعاده ان شاء الله. شاعرنا المكرم الشهر القادم استاذنا واستاذ الاجيال الاستاذ محمود الفحام، ونشكره.